المبدأ الخامس من مبادئ السوليد برنسبل وهو dependency inversion. في المبدأ ده بيقول انك ما تخليش الكلاس بتاعك يكون معتمد على اي كلاس تاني، ودايما تخلي الكلاسز بتاعتك كلها معتمدة على انترفيس او على ابستراكت، وده علشان تضمن ان في حالة استغنائك عن اي كلاس من الكلاسز ده ان الدنيا ما تقعش، وان الاساس بتاعك هو الانترفيس او الابستراكت. تعالوا نتخيل مثلا لو انت بتعمل ابلكيشن لكوفي ماشين، ان احنا عندنا بيزك كوفي ماشين، والكوفي ماشين دي بتعمل شويه فانكشن بيزك، وبعدين حبوا يجيبوا ماشين تانية بريميوم ماشين وفيها تاسكس مختلفه وزياده كمان على البيزك ماشين. فانت بمنتهى البساطه خليت البريميوم ماشين تورث الصفات بتاعه البيزك ماشين، وبعدين لما لقوا ان البريميوم ماشين ماشيه معاهم فقرروا يستغنوا على البيزك ماشين. طب انت هتعمل ايه؟ انت اصلا معتمد كل الاعتماد على الفانكشنز والداتا اللي موجوده في البيزك ماشين وبتضيف عليها شويه حاجات في البريميوم. ساعتها لما نقرر ان احنا نستغنى عن البيزك ماشين هتعمل ايه؟ يجي هنا دور المبدا الخامس اللي بيقول لك ساعتها انك لا، انت تعتمد على انترفيس او على ابستراكت هو ده اللي تحط فيه كل الحاجات البيزك، ويبقى البيزك ماشين بتمبلمنت منه وكمان البريميوم ماشين بتمبلمنت منه. فلو حبيت تستغنى في اي يوم عن البيزك تقدر تعمل كده، ولو حبيت تستغنى عن البريميوم برضه تقدر تعمل. فبالتالي انت كده ما خليتش الكود بتاعك معتمد على بعضه، لا انت خليته معتمد على ابستراكت او انترفيس تاني.